وقبل ما نبدأ أي حاجة حابة أحكي لكم قصتي مع القراءة، وبدأت أقرأ إمتى وإزاي وصلت إنها بقت عادة، بقت جزء من حياتي، وده بالظبط اللي هتعرفه في الفيديو ده. فهات ورقة وقلم وركز معايا. وأنا صغيرة ما كنتش بحب القراءة دي خالص، حتى كتب المنهج ما كنتش بحب أقرأ. كنت بشوف إن القراءة دي شيء ملهوش لازمة، يعني إيه إن إحنا نقرأ؟ ولو في مرة ربنا أنعم عليا كده وحسيت إن أنا عايزة أقرأ، كنت باقرأ الكتب بتاعة المنهج اللي أنا أصلًا ما بافتحهاش. وبرضه في الأجازة ما كنتش باحب أقرأ، يعني برضه كان بالنسبة لي إن الأجازة دي يعني لعب، يعني إن أنا أقرأ وإن أنا أذاكر لأ، لأ، دي القراءة دي مذاكرة، فإحنا في أجازة. وفضلت كده لحد ما دخلت أولى ثانوي. عارف بقى كده لمّا تدخل ثانوي بتحس إن أنت بقيت خلاص شخص كبير. فلقيت إن العيال قاعدة بتتكلم اللي هو إيه، أنت قرأت الكتاب الفلاني، أنت شُفت الكتاب الفلاني، ده الكاتب كذا هو اللي نزّل الكتاب ده. فبدأت أتحمس وأنا أصلًا قاعدة إن هُم كلّهم بيتناقشوا بقى في القراءة والكتب وكده، وأنا اللي هو إيه يا جدعان اللي أنتم بتعملوه ده؟ إيه يعني إيه المتعة في كده؟ وشوية أنزل البريك ألاقي إن العيال ماسكة كتب وعمّالة تقرأها وأنا أصلًا عمّالة ألعب، عمّالة آكل، هو ده كده. فساعتها الصراحة اتحمست وحسيت إن أنا إيه، عايزة أبقى أنتمي للمجموعة دي، عايزة أبقى زيّهم. أنتم بتقرأوا إزاي؟ ده أنا باقرأ الكتب بالعافية، كتب المنهج، أنتم بتعملوها إزاي؟ وبعد كده فتحت اليوتيوب وشُفت فيديو للباشمهندس أحمد أبو زيد، كان بيقول إن إزاي القراءة دي فرقت معاه وإيه الكتب اللي بدأ بيها. وأول كتاب بدأ بيه العادات ال7 للمراهقين الأكثر فعالية. أنا اتحمست واشتريت الكتاب، ويعني باين أهو إن أنا اشتريت الكتاب وبدأت أقرأه ولقيت نفسي إن أنا مش فاهمة أي حاجة، وحسيت إن القراءة مش حلوة أوي يعني زي ما هو قال، و والغلط كان فيّا مش فيه ماشي. وقعدت على الحال ده أكتر من سنة وأنا مقتنعة إن القراءة لناس معيّنة، هي ناس معيّنة اتولدت بتعرف تقرا، ناس معيّنة اتولدت بتحب القراءة، فإحنا مشتين القراءة. بعد كده جات سنة تانية في أجازة سنة تانية ثانوي، قُلت طب ما أنا أجرّب تاني يمكن العيب فيّا مش فيهم. فنزلت واشتريت كتاب جلسات نفسية، لقيت نفسي خلّصته كلّه، كنت مبسوطة جدًا بقى، ومن ساعتها بقى وأنا باقرأ كل يوم، الحمد لله. ففي الفيديو ده هاقول لك على 7 حاجات أنا طبّقتهم وفرقوا معايا فعلًا وبقت جزء من حياتي. فهات ورقة وقلم ويالّا بينا نبدأ. أول حاجة اختار الكتاب المناسب. تبان إن هي نقطة بسيطة وما حدش اتكلم عنها كتير، بس هي فعلًا مهمة. مش لازم يعني تشتري الكتاب الأكثر مبيعًا، وإن الناس كلها بتقرأ الكتاب ده فأنا لازمًا أقرأه، ممكن يكون مش مناسب ليك أصلًا. فأنت شوف أنت بتحب مجال إيه، أو شغوف بمجال إيه عايز تعرف عنه أكتر، أو عندك مشكلة معينة فبتدوّر على كتاب يحلها. يعني لو أنت شخص بتحب الbusiness هات كتب عن الbusiness، لو أنت شخص بتحب الرياضة هات كتب عن الرياضة، ولو بتحب القصص هات روايات. وأنا الصراحة ما جربتش أقرأ روايات قبل كده، بس حابة يعني، فاقترحوا لي بقى في الكومنتات إيه روايات أبدأ بيها تشجّعني إن أنا أكمّل ماشي، مش أي حاجة وخلاص، يعني هاتوا حاجة بسيطة كده سهلة إن تشجّعني إن أنا أبدأ أكمّل. ولو بتحب علم النفس هات كتب في علم النفس، بسيطة أهي. ولو عندك مشكلة معيّنة دَوّر على كتاب بيحل المشكلة دي، ساعتها هنا فعلًا الكتاب هيفرق معاك، ساعتها هنا هتحس إن الكتاب ده مناسب وهتكون عايز تقرأ. وأنا أرشّح لكم 3 كُتب تبدأوا بيهم. أول حاجة كتاب العادات الذرية، الكتاب ده هيساعدك إنك تبني العادات، زي عادة القراءة كده، فلو قرأته هيساعدك إنك تستمر في القراءة، ماشي؟ تاني كتاب جلسات نفسية، أنا باحبه، جميل وبلغة بسيطة فاقرأه جميل. وتالت كتاب الوحش الذي يسكنك يمكن أن يكون لطيفًا، عملت فيديو عن جزء من الكتاب، هاسيب لكم الفيديو يظهر هنا أو هنا، أنصحكم برضه إنكم تشوفوه. وتاني حاجة ابدأ بصفحتين بس، عقلك هنا هيشوف إن هُم صفحتين بس، فمش هيقدر يسوّفهم، يعني هيسوّف إيه أكتر من كده؟ يعني أنت هتقول إيه بُص إحنا هنقرأ دول بس، صفحتين هنقرأهم بس، مش هياخدوا منك حاجات يعني، هييجي 10 دقايق لو أنت يعني بطيء هياخدوا منك 10 دقايق، مش حاجة. لإن في ناس بقى بتقعد تقول إيه، أنا هاقرأ 20 صفحة في اليوم. ممكن تقرأ أول يوم 20 صفحة، ممكن تقرأ تاني يوم، بس تالت يوم ورابع يوم وباقي الأسبوع مش هتقرأ، لكن لو بدأت بصفحتين هتكمّل. وعلشان تبقى عارف إن العادة بتتكوّن من 21 يوم ل60 يوم، يعني علشان نبدأ نقول إن هي فعلًا بقت عادة في حياتك، إن هي بقت جزء من حياتك، لازمًا يكون مَر عليها من 21 يوم ل60 يوم باستمرار كل يوم، كل يوم. فعلشان كده ابدأ بكميات صغيرة، ولمّا تبقى عادة في حياتك ابدأ زوّد. ما تبدأش بقى تزوّد كتير وهي أصلًا أنت عمرك ما قرأت ولا أي حاجة، فتقول أنا هاقرأ كل ده، مش طبيعي. يعني الواحد لمّا بيروح الgym بيسخّن، بيبدأ يشيل أوزان صغيرة عشان يبدأ يشيل الهدف الكبير، مش بيبدأ يشيل الهدف الكبير لو شاله هيقع ومش هيكمّل.
فابدأ بكميات صغيرة عشان تقدر تكمل. وتالت حاجة، حدد وقت للقراءة. يعني أنا باحب أقرأ في الوقت اللي باشرب فيه قهوة، ودي حاجة حلوة على فكرة، إنك تربط عادة قديمة اللي هي القهوة بعادة جديدة اللي هي القراءة، تربطهم ببعض. ساعتها هنا هتحس اللي هو إيه، أنا لما آجي أشرب قهوة أنا عايزة أقرأ، هُم هيرتبطوا ببعض، وهو بيبقى جو حلو كده الصبح بقى وقهوة وكتاب والجو جميل وهادي. فأنت لما تكوّن عادة القراءة دي هتحب الجو ده أصلًا، هتحس إن الجو ده اللي هو إيه، أنا بافصل من العالم كله، باحس إن كل العالم بيبقى دوشة كده، وأنا أول ما أشغّل الإضاءة اللي باحبها أو الصبح كده في الجو اللي إحنا فيه ده، وأمسك كوباية القهوة وأمسك الكتاب، باحس اللي هو فافصل بقى كده، افصل تمام، خلّي الوقت ده الوقت المفضل ليك. فحدد وقت، سواء هتحدده أول ما تصحى من النوم، أو مثلًا لو أنت بتروح الشغل أو الكلية وعندك ساعة مثلًا في المواصلات ممكن تقرأ في الوقت ده. قبل النوم، أهم حاجة إنك تحدد وقت، ما تسيبهاش كده عشوائية وتقول إيه لمّا أبقى فاضي هاقرا، ساعتها أنت مش هتقرا، هتقعد تسوّف، تسوّف، تسوّف لحد ما ييجي آخر اليوم وتقول ياه! اليوم ضاع، اليوم عدّى. لكن لمّا بتحط وقت محدد للحاجة، عقلك بيشوف إن دي مهمة لازم يخلّصها في اليوم. ورابع حاجة، الموبايل، يا ريت تبطّل تستهلك محتوى ما لهوش لازمة، زي المحتوى اللي على تيك توك والفيس واليوتيوب، كل ده محتوى ما لهوش لازمة، محتوى سريع. بقينا مش قادرين نركّز في فيديو مدته ربع ساعة، فيديو مهم وهيفرق معاك بس أنت مش قادر تركّز، خلاص بقت كل حاجة سريعة، 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 سريعة. وفي ناس أصلًا هتلاقيها ما وصلتش لحد هنا، فلو أنت من الناس اللي وصلت لحد هنا اكتب لي في الكومنتات أنا وصلت. فيا ريت لو أنت بتستخدم الموبايل 5 ساعات في اليوم، في ناس بقى تقول ياه 5 ساعات، أنت بتستخدم أكتر من كده، ماشي. فحاول كل يوم تقلل، يعني النهارده أنا استخدمت 5 ساعات، بكرة 5 ساعات إلا ربع، بعده كام 4:30، مش عارفة قبله يبقى 4 إلا ربع، كده حاول تقلل بالتدريج، ما تقطعش مرة واحدة علشان غالبًا هترجع وهتبقى إيه، عايز تقعد بقى أكتر عشان تعوّض اللي أنت فقدته. فما تعملش كده، ابدأ بس قلل واحدة واحدة. ولو أنت مش قادر تقلل استخدامك للموبايل، يا ريت، يا ريت في وقت القراءة تبعد الموبايل عنك، افصل، افصل. يعني أنت هتقرا صفحتين مش هياخدوا منك 10 دقايق، فال10 دقايق دول يعني مش هيوقفوا الحياة. فأنت أصلًا لمّا تتعود على عادة القراءة هتكون مش عايز تمسك الموبايل. وصح أنا بافكر أعمل لكم فيديو عن تعفن الدماغ، فشوفوا لو حابين نعمل الفيديو ده اكتبوا لي في الكومنتات. وخامس حاجة، ما تحاولش تخلّص الكتاب بسرعة. ما تخلّيش كل هدفك إنك تخلّص الكتاب وخلاص، وبقى بقى اسمك أنا قرأت الكتاب الفلاني وقرأت الكتاب الفلاني، ده أنا خلّصت 50 كتاب في السنة، ما لهاش لازمة. أنت بتقرأ الكتاب علشان تستفاد. وعلى فكرة في ناس ممكن تقرأ الكتاب مرّة و2 و3 ومع كل مرّة بتستفاد حاجة جديدة، فخُد بالك أنت مش في سباق، أنت بتقرأ علشان تستفاد، تحسّها لايقة. بس هو كده. على فكرة أنا رجعت قرأت الكتاب تاني، هو الغلط كان فيّا مش فيه. بس جميل ممكن تبدأوا تقرأوا فيه. وليه أصلًا كتاب تاني بس بدل المراهقين دي للناس، نسخة تاني يعني، فبرضه جمهور حلو. وسادس حاجة وأنت بتقرأ، يا ريت تخلّي دول جنبك، قلم ونوت صغنونة وماركر، بس مش أكتر من كده، والله حاجات بسيطة. وأنت بتقرأ دلوقتي شُفت فكرة حسيت فعلًا إن هي هتغيّر حياتك، هتبدأ تعمل إيه، ممكن يكون أصلًا هو بيشرح الفكرة كلها في كام، في 10 صفح مثلًا، فأنت تبدأ تكتب بس الفكرة، فكرة هنا كده، أنا هاكتب الفكرة. يعني مثلًا أنت بتقرأ كتاب عن تنظيم الوقت، هو مثلًا قال لك إنك في عادة هتشيلها من حياتك هتبدأ تضبّط وقتك، أو الحاجة الفلانية لو عملتها في اليوم دي هتبدأ تضبّط وقتك. فأنت اكتب كده أنا لو عملت الحاجة الفلانية دي هتضبّط وقتي، أهي دي معلومة أنت طلعت بيها. فابدأ سجّل. وده جميل جدًا إنك بتقرأ وبتدوّن الأفكار وبتطبّق عليها، ساعتها فعلًا هنا هتحس إن القراءة بقت تغيير حقيقي، لإن الحاجة اللي أنت بتطبّقها هي بتفرق معاك. وآخر حاجة ودي مهمة جدًا، مش بس في القراءة، هي في المجالات كلّها، هي في الحياة عامةً، ما تقارنش نَفْسك بحد. ما تبقاش أنت لسه بتبدأ تقرأ والحمد لله بدأت تقرأ، تفتح بقى إيه، السوشيال ميديا اللي كلنا بنفتحها، نلاقي إيه، شخص خلّص 50 كتاب في السنة، وتقعد بقى تحس بالإحباط وإنك متأخّر وإن هو عنده وقت وأنت لأ، ياه! طب هو عملها إزاي، وتقعد بقى تعيش في جو الدراما ده. فخلّيك عارف إن كل واحد ليه حياته الخاصة بيه، ماشي، هو علشان بيقرأ كتير هو ضحى بحاجة قصادها. فيا ريت ما تقارنش نفسك بحد، وقارن نفسك بنفسك. أنت امبارح ما كنتش بتقرأ والنهارده بدأت تقرأ، ليه بقى متضايق، ليه باصص للناس سبقوك؟ فبُص وقارن نفسك بامبارح، خلّيك فاكر أنت بتقارن نفسك بنفسك وبس، بس، بس.
تعملش حاجة أكتر من كده. وبس كده، واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات وانتوا هتبدأوا بالكتاب ايه، وما تنسوش تصلوا على النبي، والسلام عليكم.